اليوم مسعد رئيس وفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف. والله هذا الجزء الأخير من المؤتمر. مؤتمر سوريا الديمقراطية منعقد، لكن هذا اليوم الأخير، وبهذا اليوم بده يطلعوا بورقة تعكس التفاهمات والتوافقات الساوية. نحن كنا مجرد ضيوف على هذا المؤتمر. بالحقيقة كان في مجموعة من الكلمات اللي بتعكس تطور بموقف القوى السياسية بالشمال الشرقي من سوريا. ما إنه التطور الكافي، لكن تطور إيجابي وكبير، وكان منتظر. بالفترة الأخيرة صدرت تلميحات وتصريحات بهذا الاتجاه. من بينات الأهم الأفكار الجديدة هي سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وسيادتها. طبعا جرى طرح اللامركزية الإدارية، لكن طرح من جهات متعددة وبطريقة ما كان إسا في تفاهم واتفاق على مغزى هذا الموضوع. بنعترف أنه نحن إجانا مصيبة، هو العدوان التركي على عفرين كمان واحتلال عفرين. فهالمؤتمر إجا يسد حاجة ويلبي حاجة للحوار بين السوريين والحوار السوري، وممكن يدفع إلى الأمام التوافق والتوافقات التي قد تؤدي لتصليب الموقف الداخلي، إن كان للموالاة ولا للمعارضة ولا للسلطة، مما يؤدي للوقوف بحزم بوجه الأطعاع التركية من ناحية، بوجه الإرهاب من ناحية، وحل نهائي لمشكلة موقع كل طرف بالتركيبة الداخلية السورية. بمعنى يجب إعادة إدماج كل الأطراف بالحياة السياسية الداخلية في سوريا. كيف ستتواصلون معهم؟ نحن لم نتواصل ولن نتواصل معهم بحياتنا أبدا، لا جماعة الرياض ولا جماعة اسطنبول، لا يوم اللي كانوا مجلس وطني، ولا يوم اللي صاروا ائتلاف، ولا يوم اللي صاروا هيئة عليا للتفاوض. من يرتهن للأجنبي نحن ما دخلنا فيه. من المؤكد أن الحوار السوري مثل اللي شفناه اليوم هذا سيدفع بقضية توحيد رأي الشعب السوري، بما يؤدي للوقوف بحزم بوجه المطامع التركية وغيرها، استعادة زمام المبادرة والنضال من أجل استعادة كل جزء سليم من أرضنا السورية الغالية. الشعب السوري دفع ثمنا غاليا، وآن له أن يستريح. وعلى المعارضة والموالاة والدولة والمؤتمرين هنا في الطبقة أن يراعوا حساسية هذا الموضوع. لم يعد يقبل الشعب السوري بالتسويف وبالاختباء وراء عبارات ومشاريع ومتخيل تفاهم، لكنه غير التفاهم. يجب أن يندفع كل الأطراف إلى التفاهم بشكل جدي، أن يندفعوا إلى أولا القبول بالآخر والحوار معه، والقبول بأنه شريك في هذا الوطن.